هذا من أعظم ما يفرق المسلمين اليوم، وهو التحزب، وأن يقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا سلفي، وهذا إخواني، وهذا سروري، وهذا كذا وهذا كذا. هذا والله من أعظم ما فرق جسد الأمة الواحدة. ويا ليتها أحكام مبنية على علم وعلى هدى وبرهان، وإنما هي أحكام مبنية على التخوض وعلى التشفي ودرك الغيظ وإسقاط الشخصيات فقط، فضلا عن كونها مبنية على خدمة حكومات أو سياسات معينة يسلطون بعض الدعاة على بعض فيسومونهم سوء العذاب بالأحكام لتمزيق الصف المسلم. فلا يجوز لك أن تتحزب تحزبا يفضي إلى مفسدة. فجميع التحزب والتشيع المنهي عنه في الأدلة كقول الله عز وجل: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقول الله عز وجل: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فمتى ما رأيت الدليل ينهى عن التحزب، أو متى ما رأيت الدليل ينهى عن التشيع، فاعرف أنه التحزب والتشيع الذي يفضي إلى مفسدة خالصة أو راجحة. فإن قلت إذا لا ندخل لا نتحزب مطلقا، فنقول لا بأس بأن نتحزب تحزبا تكامليا تعاضديا، لا تحزبا تصادميا تنافسيا. لك أن تكون من حزب الفقهاء وأنا من حزب الأصوليين، لك أن تكون من حزب الدعاة في السجون وأنا أكون من حزب الدعاة في المساجد، أليس كذلك؟ فكل منا يخدم هذا الدين بما أداه إليه اجتهاده وقدرته وطاقته، لكن مع صفاء قلبه على من تحزب في حزب آخر. فإذا متى يكون التحزب منهيا عنه؟ يكون إذا كان يفضي إلى التصادم، فيكون هم هذا الحزب أن يهلك أفراد الحزب الآخر، فينسى عداوة اليهود والنصارى وينسى عداوة أهل البدع، وإنما يكون همه كيف يهلك أخاه. هذا التحزب الذي يفضي إلى التقاطع وإلى التدابر وإلى التشاحن وإلى امتلاء القلوب من الأحقاد والحسد والغيظ، هذا تحزب محرم شرعا. وأما أن نتحزب تحزبا نقصد به خدمة الدين أصالة، وتبقى قلوبنا مع هذا التحزب متآلفة متوادة متحابة، فتحزبنا إنما هو تحزب تعاضدي تناصري تعاوني تكاملي، وليس تحزبا تصادميا تنافسيا تقاتليا تحاسديا تحاقديا. فحينئذ أنا أقول لا بأس بالتحزب إذا كان يفضي إلى مصلحة خالصة أو راجحة، ويحرم التحزب إذا كان يفضي إلى ماذا؟ إلى مفسدة خالصة أو راجحة. فإذا التعصب للقبائل من أسباب فرقة المسلمين فجاء الشرع بالنهي عنه، والطعن في الأنساب من أسباب فرقة المسلمين فجاء الشرع فنهى عنه، والتعصب لإمام متبع في الدين من أمور فرقة المسلمين فنهينا عنه. وكذلك التحزب والانقسام والفرقة في حال كونه يفضي إلى مفاسد خالصة أو راجحة أيضا من الأمور التي نهانا الشرع عنها. فطوبى لعبد جعله الله مؤلفا بين القلوب. اي والله وصيتي لكم يا إخواني حيا وميتا، كونوا من دعاة التأليف بين القلوب، ولا تكونوا من الدعاة الذين يسوءهم إذا رأوا المسلمين متآلفين متكاتفين متعاضدين، فيكونوا شرارة توقد نارا عظيمة من الفرقة والانقسام في الإسلام. وأنا أرى والله أعلم أن الطعن في العلماء ما بين تبديع وتفسيق وتخوين هذا من نفخة الشيطان ومن تحريشه، فلا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى هذه الطائفة التي تفضي إلى تبديع العلماء وإلى إنكار جهودهم وإلى تخوينهم وإلى وضع علامات الاستفهام عليهم أو كتابة التقارير للدولة فيهم ظلما وعدوانا. إنما هؤلاء جنى منهم الصف الإسلامي الفرقة. أي أخوة بالله فعلوها؟ أي تآلف حققوه على أرض الواقع؟ لا نعرف انقساما في الصف الإسلامي كانقسامه بعد خروج هذه الطائفة، حتى إنهم صاروا يتتبعون المشايخ في بلاد الكفر أصالة، وهذا والله مخالف لقول الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة، ومخالف لقول عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله
إخوانا. وهذه الطائفة لا تريد الأمة أن تكون أمة واحدة، ولا تريد من الدعاة وأهل الإسلام أن يكونوا طائفة واحدة. فأعظم عدو عندهم الجسد الواحد والبنيان الواحد، فهم يريدون أن يقتلوا هذا الجسد وأن يدمروا هذا البنيان ويفتتوا لبناته خدمة لأجندة الصهاينة والغرب الكافر. فالشيطان استجراهم على بعثرات الصف الإسلامي. نسأل الله أن يعصم قلوبنا وألسنتنا من التفريق بين مسلمين. أي والله.